العاشرة تماما بتوقيت أسمراء. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. استمرار حملة مكافحة الجراد في الإقليم الجنوبي. دعوة لاستخدام البذور المحسنة في قلب. برنامج تطعيم واسع للمواشي في هيكوتا. مئات القتلى والجرحى جراء زلزال قوي ضرب تركيا واليونان. قتلى ومصابون في انفجار بخط أنابيب غاز العراق. وسلوفاكيا تجري فحوصات كورونا لجميع مواطنيها في سابقة عالمية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تتواصل حملة مكافحة إسراب الجراد المنتقل من إثيوبيا إلى مختلف مديريات الإقليم الجنوبي بتنسيق وتنظيم ومشاركة قوية من قوات الدفاع والسكان وخبراء الزراعة والإدارات. وقد ظهر إسراب الجراد من 26 وحتى 29 من أكتوبر في 56 موقعا في مديريات عد خالة ودق محري وطرونا ومعيني وابن حيلي وسجنيتي وعد قيح وصنعفيه، ويجري السيطرة عليه بأعمال رش المبيدات. وأفادت المعلومات الواردة من الإقليم إرسال سيارات ومعدات الرش إلى مناطق تواجد الجراد، وضعا في الاعتبار كثافة إسراب الجراد المنتقل من إثيوبيا ومساحات انتشاره، وأن عملية انتقاله إلى أماكن أخرى ضعيفة نتيجة أعمال المكافحة. وأوضح السكان بأن التجهيز المسبق للمبيدات ومعدات الرش والقدرات البشرية أنقذ مزارعهم من خطر محدق. دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية قلب السيد زكرياس كيداني المزارعين لاستخدام البذور المحسنة التي تتحمل الأمراض، وضعا في الاعتبار الهطول غير المتوازن للأمطار والتغيير المناخي. وقال لقد بدأت الأمطار متأخرة هذه السنة وتوقفت سريعا قبل بلوغ المزارع مرحلة الإثمار، وفي مثل هكذا وضع يتطلب استخدام البذور التي تنمو سريعا وتثمر في وقت قصير. وأشار إلى وجود مساحة 3500 هكتار تنمية بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية، وأن الإنتاج الزراعي ليس بالمستوى المأمول نتيجة أوضاع الأمطار. وحول تنمية البساتين، أوضح السيد زكرياس أن امتلاء السدود بالمياه أسهم كثيرا لتنمية البساتين، ويعمل المزارعين لتنمية البطاطا المحسنة التي تقدم إنتاجا جيدا فضلا عن تطور تربية النحل. وأشار مدير مديرية قلب السيد يمان مبرهتو إلى أوضاع الأمطار غير المتوازن، داعيا المزارعين لبناء الحواجز المائية للاستفادة من كل قطرة ماء والقيام بأنشطة تسميد. ذكر مسؤول مكتب الزراعة في مديرية هيكوتا السيد يوناس يوسف أن برامج تطعيم المواشي للحد من الأمراض المعدية ورفع إنتاجها في مديرية هيكوتا بأقليم القشبركة تحقق نتائج مرضية. وقال إن التطعيم الذي يجري بالتركيز على الماعز والأقنام والأبقار يستهدف السيطرة على الأمراض التي تظهر مع اختلاط المواشي، مشيرا إلى تطعيم 85 ألف رأس من المواشي في 12 ضاحية. ووضع أصحاب المواشي لتقديم مواشيهم في الوقت المحدد للتطعيم لإنجاح جهود مكافحة الأمراض الحيوانية. وأوضح المزارعون بأن التطعيم المقدم لمواشيهم يسهم لدرء الأمراض ورفع إنتاجيتها، مؤكدين على استعداداتهم لتنفيذ الإرشادات المهنية. ذكر سكان ضاحية شلاب في مديرية غردات أن جهودهم لحماية وتنمية الغابات تحقق نتائج مرضية. وأشار السكان إلى أن الأشجار الكبيرة المستوطنة واجهت خطر الانقراض للاقتلاع الجائر، ونتيجة للمبادرات التي اتخذوها يعود الوضع إلى سابق عهده. وأوضح مدير ضاحية شلاب السيد حسين محمد علي أن القوانين الداخلية التي وضعوها إضافة إلى أنشطة الحراسة حسنت من وضع الأشجار في منطقتهم.
وأفاد العاملون في حراسة الغابات أن الغطاء النباتي يعود إلى طبيعته بعد الاقتلاع الجائر الذي شهده للاستخدام الزراعي وفحم الوقود. فاصل ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. يحاول عمال إنقاذ إزالة كتل المباني المنهارة قرب تركيا بحثا عن ناجين إثر زلزال قوي خلف 28 قتيلا على الأقل و800 جريح في البلاد وفي اليونان المجاورة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن شدة الزلزال بلغت 7 درجات وسجل في بحر إيجه جنوب غرب أزمير ثالث أكبر مدن تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانية. وتسبب الزلزال بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمد بحري أقرق شوارع في إحدى البلدات على الساحل الغربي لتركيا. وانبثقت عن الكارثة انفراجة دبلوماسية بين الخصمين التاريخيين المتضررين من الزلزال، إذ أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالا هاتفيا نادرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم التعازي والدعم. وفي تركيا لقي 26 شخصا حتفهم وأصيب 800 وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. أما في اليونان فلقي مراهقان حتفيهما عندما كانا عائدين من المدرسة في جزيرة ساموس حين انهار جدار وفق ما أفاد تلفزيون ERT العام، وأصيب 9 أشخاص وأبلغ عن أضرار مادية. قالت مصادر بالشرطة العراقية إن 2 على الأقل قتلا وأصيب 51 آخرون بعد انفجار في خط أنابيب غاز جنوب البلاد. وأوضحت الشرطة العراقية أن الانفجار وقع قرب مدينة الساموا على بعد 270 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز. وورد في بيان عسكري أن الانفجار أودى بحياة طفلين وتسبب في إصابة 28 من بينهم 9 مسلحين بفصيل شيعي وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف البيان أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة وأن فرق الإطفاء لا تزال تحاول إخماد الحريق. تطلق سلوفاكيا برنامجا لإجراء فحوصات تشخيص الإصابة بكوفيد-19 لجميع مواطنيها في سابقة عالمية. وسيشارك نحو 45 ألف من العاملين في مجال الصحة والجيش والشرطة في إجراء الفحوصات في هذا البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة لجمع العينات في حوالي 5,000 موقع. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتسوفيتش خلال الأسبوع الراهن إن العالم سيتابع باهتمام ما يحصل في سلوفاكيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستنقذ مئات الأرواح البشرية. واختارت سلوفاكيا فحوصات المستضدات التي توفر نتائج سريعة في غضون دقائق أحيانا، لكنها لا تعتبر موثوقة مثل فحوصات PCR التي تؤخذ خلالها عينات من الأنف وترسل إلى مختبرات للتحليل. وستكون سلوفاكيا تالية أول دولة بهذا الحجم في العالم تجري فحوصات على المستوى الوطني. وشهدت سلوفاكيا ارتفاعا كبيرا في الإصابات الجديدة، وسجلت في البلاد 3663 إصابة جديدة، وهو عدد قياسي جديد ما رفع إجمالي الحالات إلى 55,091، وقد توفي 212 شخص جراء الفيروس. أكد مسؤولون ألمان أن المطار الجديد في العاصمة برلين سيفتح أبوابه بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت كثيرين إلى وصفه بالمشؤوم. وبحسب تقارير صحفية فإن مطار براندنبورغ تأخر عن الموعد الذي كان مقررا لاكتماله بما يقارب عقدا من الزمن.
ولم تقف المتاعب عند هذا الحد، لأن ميزانية المشروع تطلبت إنفاق 4 مليارات يورو إضافية بعدما واجه مصاعب مالية. أما الأكثر شؤما في الأمر هذا المطار، فهو أن افتتاحه سيجري وسط تراجع عالمي لحركة السفر والسياحة في ظل وباء كورونا. وأقيم المطار على مساحة واسعة من 1470 هكتار في منطقة تشوني فيلدن جنوب العاصمة برلين، وسط آمال بأن يتحول إلى قطب للنقل يؤمن رحلات طويلة. ختام النشرة، إلى اللقاء.